طيب يا جماعة، قلت باخذ بريك من المذاكرة وجلست أشوف مقابلة فيحان مع سوار شعيب على اليوتيوب، وجاء سؤال في بالي: كيف تبغى الناس تعرفك؟ للأمانة يا جماعة وصلت لما الدقيقة الرابعة ولا كملت الفيديو، يعني أقدر أقول إن جايبينه مسخرة، جايبينه كذا يطقطقون عليه، وكيف هو يرضى إنه يكون بالشكل هذا؟ نشوف مع بعض يا جماعة. في غرفة للسكورتي قزاز كلهم، حق منو الغرفة؟ سكورتي. سكورتي؟ ما تعرف سكورتي؟ سكورتي اي حلو. سكورتي سامحني انا شوي انجليزي. سكورتي يعني امن، حراسه. حلو. طيب لقيته، ايش قلت له؟ طيب السؤال الحين، هل هو راضي؟ مو مشكلة نغير صيغة السؤال، نقول هل أنت ترضى إنك تروح مقابلة والمذيع مثلا يطقطق عليك عشان يضحك الناس؟ 800 فلس كويتي. حلو. 800 فلس تجيب وجبه هنا من هرفي ماكدونالدز. عفوا ايش اسم المطعم؟ الحين سكرتي ما ضحكته وهذه ضحكته. شو اسم المطعم؟ هرفي ولا اي هرفي؟ كله ماكدونالدز هرفي. يا جماعة الكل أقر أن الخطأ مو في المذيع، الخطأ في الشخص نفسه اللي هو فيحان. طيب نمسك فيحان على الجنب، الحين فيحان ألف كتاب حلو وباع من هذا الكتاب أكثر من 100,000 نسخة. طيب هل يعقل أن شخص مؤلف كتاب كيف تطور نفسك وتطوير الذات ما يقدر ينطق بعض الكلمات أو ينطقها خطأ عشان يضحك الناس عليه؟ نقول في البداية أنه كان يطلع بهذه الشخصية عشان يجونه متابعين ويصير مشهور وزي كذا. طيب الحين صار مشهور، دقيقة نشوف مع بعض كم عدد متابعينه في الانستغرام. فيحان 77 ما شاء الله تبارك الله، عنده أكثر من 1,000,000 متابع. طيب نقول وصل للي يبغاه وصار مشهور حلو. طيب والحين هدفه ايش؟ هدفه انه يطور من الاشخاص الثانيين. طيب ليه ما تغير شخصيتك مثلا وتمحي الماضي الناس او اللي كانوا يشوفونه عنك اول؟ اقول راح تقدم دوره عن الثقه بالنفس وانت تطلع بهذه الشخصيه. هنا يقول لك فيحان يعلن عن دوره للثقه بالنفس. طيب ونشوف هنا اهداف دورتنا: تحديد الهدف حلو، اكتساب الثقه، التحرر من الجمود، كن جزء من التطوير، تنبيه يوجد مقاعد للنساء، وسعر الدوره 4000 ريال سعودي. الطلاب اللي جو المحاضره وش استفدت؟ 12 سنه دراسه والله ما تستفيد شيء، نص ساعه فيحان تتعلم كل شيء. ما شاء الله ما شاء الله. شكرا يا عزيزي. للأمانة يا جماعة أنا ماني ضد فيحان ولا ضد الأشياء اللي قدمها، بالعكس بحفل تدشين العطر له كانوا كثير يسبونه وقتها. أنا نزلت سنابات وكنت أقول خلي كل شخص يسوي اللي يبغاه وخلي كل شخص يسوي اللي في راسه. لكن عجبي الحين إنه صار مشهور وإنه صاروا ملايين يتابعونه، خلاص لا يطلع بهذه الشخصية، دام إنه يحاول يطور من الأشخاص الثانيين. وقف هذه الأشياء مثلا، خلاص صح إنها ماضي لكن وقف. إذا وقفت هذه الأشياء مثلا أشخاص بيشوفون أوه هذا ما شاء الله شخص يحاول يطور من المجتمع، بنروح نحضر له دورات. لكن ما يقدر شخص مثلا يحضر لك دورة ب4000 ويشوف مثلا أشخاص يطقطقون عليك. نهاية كل التوفيق لفيحان، وتو جاني خبر انه جالس يالف كتابه الثاني، كل التوفيق له ان شاء الله في الكتاب الثاني بعد. لكن يبقى السؤال، انت كيف تبغى الناس تعرف؟